ولد مصطفى صادق الرفعي في قرية بهتيم بالقليوبية، ونشأ في أسرة أكثر أفرادها من القضاة والعلماء. بدأ الرافعي أول حياته بأخذ العلم عن والده في الإملاء والإنشاء. حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية بدمنهور، حيث كان يعمل والده قاضيا بها، وحصل على الشهادة الابتدائية بتفوق. اعتمد الرافعي في اعتمد الرافعي في تكوين ثقافته على مكتبته الخاصة ومكتبة أبيه فيما بعد، وكانت زاخرة بنفائس الكتب في الدين واللغة، فأصاب الكثير من معين المعرفة الصحيحة. اتجه الرافعي إلى ما يرضي ميوله ويغذي روحه وينمي أفكاره، فانشغل بالقراءة والمعرفة، وأخذ يكتب وينتج بغزارة، وقد ساعده على ذلك صممه الذي أصيب به عقب مرضه بالتيفود وهو صغير، مما نأى به عن صخب الحياة حوله، فنعم بحرية فكرية مطلقة. اشتغل الرافعي في بداية حياته في وظيفة بسيطة بإحدى المحاكم الشرعية، والتي لم تصرفه عن أدبه وكتابته. وقد بدأ الرافعي حياته شاعرا، ثم اتجه إلى النثر لأنه وجده أطوع من الشعر، وانطلق فيه بأسلوب بليغ وبيان قوي وأفكار وكان لا يعنيه إلا أن يرفع من شأن اللغة العربية ويحيي الآداب الإسلامية الكريمة. وفي يوم الاثنين العاشر من شهر مايو سنة 1937 للميلاد، غربت شمس الرافعي بعد أن خلف للإنسانية كنزا لا تبلي جدته الأيام، وسيبقى حيا بتراثه وآدابه ما بقيت الحياة وتعاقبت الأجيال. ومن أشهر كتبه وحي القلم وتاريخ وآداب العرب.